توني قريت مقالة، والله تمنيت اني انزلها بوست. حاولت، قصيت والخص وانقص وارتب اني انزله بوست، ما قدرت. يا تنزله المقالة كاملة ولا لا تنزل. المقالة جدا طويلة وبحاول اختصر لكم يعني في الامور الاساسية اللي فهمتها وقريتها من المقالة. يقول الكاتب من 80 الى 90% من الناس يشترون اغراض ما يحتاجونها. والله ان هذه اصدق مقولة انا قريتها في حياتي. فعلا لو تلاحظون يعني اغلبنا نطلع من البيت مو الهدف ان نشتري اغراض. مثلا سارين نتمشى في مول من المولات، بس نتمشى نطلع من المول ولا احنا مشحنين اكياس ويانا. فالكاتب يتكلم يقول يا ترى شو الاسباب؟ لخصها في سببين. طبعا وايد اسباب، لكن انا بجيب لكم الاسباب اللي فعلا يعني انا اشوفها وايد في واقعنا. اول سبب، هذه وايد عند الحريم وشوي من الشباب، لكن الحريم وايد نفسيتها تعبانة. تقول بروح السوق بسوي شوبينج عشان نفسيتي ومزاجي يعتدل، وتخم السوق باللي فيه الرخيص والغالي واللي عليه عروض واللي ما عليه عروض. و90% من الاغراض اللي تشتريها ما تحتاجها وما تستخدمها ابدا، تطيح في الستور لفترة معينة عقب تقطها في الزبالة ولا تقول بتبرع. هذا اول سبب. ثاني سبب واهم سبب، سهولة الدفع. ابل باي، ترى ابل باي لما تدفع ما تحس بالفلوس، ما تحس، ما تحاسب على رصيدك، وكأنه موضوع وكأنه لعبة. فعلا هذا اللي صاير. فحسب شي الكاتب يقول اللي بيشتري اغراض يفضل انه يصير يدفع كاش. تدرون ليش؟ الكاش، شوف الكاش له تأثير حتى وقت البيع والشراء. لما يجي وقت الكاش، لما يكون في دفع كاش، هني حتى الكلام يتغير. ليش؟ لأن الكاش دائما له مفعول مو طبيعي. إذا صرت مكان اشتريت شغلة مثلا ب700 درهم، أنت تبى تطلع الكاش، مطلع الفلوس بيدك، هني بتفكر مرتين. مو نفس يوم تشخط أبل باي وكأنه لعبة. هني بتفكر لأن الفلوس بيدك. هل الشغلة هاي تستاهل إني أدفع هذا المبلغ؟ بتعيد التفكير، يمكن تكنسل وقت الكاش. فلا، لكن السؤال، حد فينا يشيل وياه كاش الحين؟ ما تلاحظون دائما لما ننظف البيت كامل خصوصا الستور نحصل اشياء كنا شارينها بمبالغ وما استخدمناها ولا مرة؟ من فترة واحد شباب جايب كيسة حط فيها ملابس اطفال وايد، قال لي تصدق يا سيف نص الملابس هذه ما لبسناها ولا مرة. يقول اشتريناها وقت العروض، سايرين السوق يعني سايرين مول نتمشى، كان في عروض على ملابس تاخذ 3% ولا 4%، كنا نشتري هو بس عشان عروض، ما استخدمناها ولا مرة. الأغلب يعني اللي موجود في الكيس. فهذا حالنا، ندفع على أمور أبدا ما نحتاجها.